ايه والله من زمان ما اكلنا بيتي فور سوري. والله شهاني هالفيديو، كل المانيا ما في. خلاص رح اقوم ساويه. كتير سهله، 200 جرام زبده حيوان مع 80 جرام سكر بودره وخربصهم بالماكينه لحتى يدوبوا هيك مثل ما نكون شايفين. طبعا الزبده بحراره الغرفه. بعدها بنفقس بيضه وظرف فانيلا. شايفين ما اسهلها؟ وتابع خربصه. وطبعا هي الوصفه اللي بتشتروها من السوق اقتصادية 100%. هسه كل ما افتح يوتيوب دور على وصفة بيعملوا لك لمسات خاصة بالشيفات. يا اخي ما بدنا اياها مثل بالسوق. المهم بعد ما يتخربصوا بنحط لهم 300 جرام ارخص نوع طحين، بس هون بنقلبهم شي معلقة او سباتولا وبس ليمتزجوا. ما بعرف اذا صح الكلمة. المهم يعني بس يتخربصوا بنحطهم بالكيس الصب ونبلش نشكل بالصينية. انا عندي هذا الكيس هو صغير تعذبت فيه بس ما مشكلة، عملنا قطعة صغيرة المهم ما ينتزع الشكل. المهم بتكون محمي الفرن على 170 فوق وتحت، وخلال 10 دقائق تستوي البيتي فور. شوفوا البضاعة ذهب. المهم مثل بضاعة السوق بنجيب معون مشمش بنحطهم كيس وبنحشي البضاعة. شفتوا والله سهلة وبايخة. هلا هون كله زينة، الكل بيعرف يزين. المهم انا جبت لكم الوصفة يلي ما بتخفص معكم بالفرن، طبعا اذا سويتوا كل شيء مثل ما عم بحكي. وهي لعيونكم كمان رح احط لها شوكولا وفستق حلبي. طبعا انا بدي اكل، بدي دلل حالي. وهيك استرجعنا ذكرياتنا بوصفة بيتي فور خفيف نظيف وبالتأكيد رخيص. والله معكم حق تقولوا عني فنان. لك شوفوا المهم على السهرة بيتي فور وريد بول بلا سكر مشان صحتي يعني. واول عضة اكلتها يا لطيف. لك شو هاد سحر. لك نفس طعمة العلبة اللي كنت اشتريها بسوريا، بس لا هيك كتير. هاد الفنان لازم نبلش ندعم. خلص وهي انا عملت متابعة لحالي. والله شوف شلون هاي فتفت لكم اياها كمان. لك احلى عالم، عالم ام بي سي 3.